لو بتدور على ام دي 2 جين 4 بسرعة 6000 ميجا في الثانية يشتغل على الكمبيوتر والبلاي ستيشن 5 وسعره أقل من 3600 جنيه كمان، يبقى الفيديو ده عشانك. هيا بينا في رحلة شبابية جديدة. الام دي 2 اللي معانا موديل اي داتا ليجند 860 جين 4 اكس 4 وشغال ان في ام اي 1.4. الام دي 2 بيجي بالحجم الاشهر فورم فاكتور 2280. حسب مواصفات الشركة السرعة بتوصل 5000 ميجا في الكتابة و6000 ميجا في القراية. الام دي 2 بيجي معاه في العلبة هيت سينك بسيط وصغير ومصنوع من الألمونيوم، عليه سيرمال باد من الظهر، تبصله كده تقول أي كلام ومش هيعمل حاجة، بس أنا بقولك إنه نينجا وهتشوف الأداء بتاعه. عندنا 3D ناند فلاش 176 لاير من نوع كيو ال سي، تصنيع مايكرون اللي بقى معمول له ريبراندد دلوقتي من اي داتا. الكنترولر من شركة ريال تك بالموديل الظاهر على الشاشة. معانا خاصية ال SLC كاش، ودي بتخلي الكنترولر يتعامل مع الشريحة على انها SLC، كل ده بشكل افتراضي طبعا. وكمان عندنا هوست ميموري بفر ال HMB. ال MD2 كمان فيه خاصية ال ECC لتصليح الأخطاء. التيرا بايت ريتن او التي بي دبليو لنسخة الواحد تيرا هي 320 تيرا بايت. الام دي 2 متوفر بمساحات من اول 500 جيجا لغاية 2 تيرا، وعندنا دعم كامل للبلاي ستيشن 5. عندنا سوفت وير اس اس دي تول بوكس بنقدر من خلاله نشوف تفاصيل الام دي 2 زي الحرارة والسرعة والحالة العامة وغيرها من معلومات. الضمان من اي داتا لمدة 5 سنين، وده وقت طويل بيعبر عن ثقة كبيرة في الجودة. سعر الام دي 2 نسخة الواحد تيرا $70، يعني 3500 جنيه مصري تقريبا. التجربة كانت في حرارة الغرفة العادية، وجهاز التجربة بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. أثناء تجربتنا للام دي 2 تحت ضغط وفي أكتر من اختبار وصلنا لمعدل سرعة 6300 ميجا، وده مظبوط زي ما الشركة موضحة وزيادة شوية كمان. والكتابة كانت 4500 ميجا في أحسن الظروف، وده أقل من الرسمي بحوالي 500 ميجا. عملنا كوبي الملفات كبيرة وضغطنا جامد على الام دي 2 عشان نقدر نقيمه. الحرارة تحت أعلى ضغط وصلت 70، وفي الوضع الطبيعي كانت 55 درجة متوسط. الهيت سينك بسيط لكنه محترم وعمل اللي عليه. التيست كان على أكتر من برنامج والأداء كان أوفر أول مستقر، مش وحش خالص. مفيش دي رام كاش، وال 3D ناند مش TLC، وده كله بيأثر على الاستقرار والاعتمادية بشكل عام. العمر الافتراضي برضه مش كبير قوي، بس يعني بالميزانية دي لازم نضحي بحاجات مقابل باقي المميزات. ليجند 860 من اي داتا ببساطة معمول عشان يقدم أرخص سعر الام دي 2 من نوع الجين 4. بيقدم لك سرعات عالية وبيدعم تقنيات مميزة زي ال SLC وال HMB، كمان بيشتغل على البي اس 5، فهو عامل توليفة اقتصادية حلوة جدا. لو ميزانيتك مش عالية قوي بس حابب تجرب سرعات الجين 4 NVMe وكمان هتاخد ضمان طويل لمدة 5 سنين، يبقى ليجند 860 اختيار ممتاز، هتقدر تمشي بيه شوية حلوين وقدام حدثه لو حبيت.